السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حكاوي الجيران. قبل ما نبدأ حكايتنا النهاردة نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. قصة النهاردة مش مجرد خناقة أو مشكلة عادية، دي قصة فيها وجع قلب. قصة النهاردة بطلتها اسمها فريدة، ست عاشت حياتها كلها بتبني في جبل، وفي لحظة ضعف الجبل ده انهار فوق دماغها. فريدة بتقول لنا النهاردة حكايتها علشان تكون عبرة لكل ست ممكن الواحدة تضحك عليها. يلا بينا نسمع فريدة قالت ايه. أنا دلوقتي عندي 43 سنة، بس لو بصيت في المراية بحس إن أنا شايلة هموم الدنيا فوق كتافي. حكايتي بدأت وأنا عيلة صغيرة عندها 17 سنة، كنت لسه في تانية ثانوي، مراهقة بحلم بالفستان الأبيض والشبكة، وما كنتش أعرف يعني إيه مسؤولية بيت أو جواز أو الكلام ده كله. اتجوزت راجل محترم جدا، كان أكبر مني ب17 سنة. اتقدم لي وأنا لسه في تانية ثانوي، وكنت جميلة جدا، وبسبب جمالي طبعا هو اتقدم لي، وساعتها أهلي وافقوا عليه علشان طبعا حالتنا المادية ما كانتش أحسن حاجة. هو كان محترم جدا، وأنا كنت فرحانة بقى إن خلاص مش هذاكر تاني وهبقى ست بيت. وفعلا اتجوزنا، عشت معاه أجمل 6 سنين في حياتي. كان بيعاملني كأني بنته، أي حاجة كنت بطلبها كان بيجيبها لي، أي حاجة كنت بعوزها كان بيعملها لي. كان راجل بمعنى الكلمة. شجعني أكمل تعليمي وأخدت معهد فني تجاري، هو اللي كان بيقف معايا في كل خطوة. ربنا رزقنا بآدم، وكان أغلى حاجة عندنا. بس فجأة جوزي بدأ يشتكي من صداع ووجع في العظم، ولفينا على دكاترة كتير جدا لغاية لما الصدمة نزلت علينا زي الصعقة، ورم خبيث في المخ. الدكتور سألني وقتها انتي بنته؟ قلت له لا أنا مراته. ما كانش مصدق إن العمر اللي هيتسرق مني وأنا لسه عندي 23 سنة. وساعتها مات جوزي، مات وسابني أرملة في عز شبابي، ومعايا طفل يتيم ما كملش سنة و5 شهور. بعد وفاة جوزي الدنيا اسودت في وشي، فساعتها أهلي قالوا لي يا فريدة انتي لسه عيالة صغيرة، اتجوزي وعيشي حياتك يا بنتي. بس أنا كان ردي واحد، آدم هو حياتي كلها، مش هجيب لآدم جوز أمي يكسره. وفعلا مرت 20 سنة وأنا قافلة على نفسي بالمفتاح. ربيت آدم أحسن تربية، كبر وبقى راجل قد الدنيا، وبقى حلمي إن أنا أشوفه دكتور. آدم جاب مجموع يدخله طب خاص في مصر، بس هو صمم إن هو يسافر روسيا. قال لي يا أمي هناك التعليم أحسن وأرخص، وساعتها حضر ورقه بس كان صعب عليا جدا فراقه، وصمم إن هو يسافر. أنا ساعتها ما قدرتش أقف في طريقه، ووافقته وقلت له خلاص يا حبيبي، ورحت وصلته على المطار. وبعد ما سافر رجعت البيت الكبير المكون من 5 أدوار، البيت اللي جوزي سابهولي ورث لآدم. بقيت قاعدة لوحدي في الدور الأرضي. كنت مأجرة الشقق التانية علشان أصرف على تعليم آدم، بس الوحدة كانت بتنهش في قلبي ليل ونهار. وفي وسط الحرمان ده كله ظهر عمر. عمر صاحب آدم من أيام الابتدائي. عمر كان أكبر من آدم ب2 سنين، بس كان دايما معاه. لما آدم سافر عمر بدأ يجيلي كتير قوي، يفضل بقى يقولي محتاجة حاجة يا طنط، أنا ممكن يعني أعملك أي حاجة أنت محتاجاها، أنا هنا مكان آدم يا طنط، لو احتاجتي أي حاجة لازم تقوليلي عليها. كنت بشوف في ابني، كنت بقول يعني هيعوضني عن ابني، وكنت بديله فلوس ولبس، وقلت غلبان يعني وظروفه صعبة قوي. بس الحكاية بدأت تتغير. عمر بدأ يخترق حياتي من غير استئذان، بدأ يكلمني كتير قوي في التليفون، وبعتلي طلب صداقة على الفيسبوك، وكمان بقى يبعتلي على الواتساب. بقينا نتكلم كتير جدا على الماسنجر، وبنتكلم كمان على الواتساب. في الأول كانت أسئلة عادية، وبعدين الكلام بقى بالساعات. كنت بسهر أكلم آدم، ولما آدم يقفل علشان يذاكر ألاقي عمر يبعتلي ويقولي سهرانة ليه يا فريدة. كلمة يا طنط اختفت تماما، وبقى بيناديلي باسمي. حسسني إن أنا لسه مراهقة، نسيت سني، نسيت إن ابني سافر علشان يبقى دكتور. ولقيت قلبي بيدق العيل قد ابني، غصب عني اتعلقت بيه. الوحدة وحشة يا جماعة بجد، والكلمة الحلوة للست زي المية للزرعة العطشانة. عمر قعد يلف عليا بالكلام لغاية لما قال لي لازم نتجوز. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني، انت قد ابني، الناس تاكل وشي. قال لي العمر مجرد رقم، وانتي لسه يعني شباب، والجواز مش حرام. وساعتها وافقت طبعا بعد إلحاح كتير قوي منه، بس قلت يعني
ازاي؟ انا ازاي هتجوز واحد قد ابني؟ بس الوحدة كانت صعبة جدا يا جماعة. بجد اللي جرب الإحساس ده هو اللي هيكون معايا في الموقف اللي أنا فيه دلوقتي. وافقت إن أنا أتجوز عيل قد ابني، واتجوزنا عرفي. اتجوزته في السر، وجاب 2 شهود ما يعرفهمش، وبقى يدخل لي بقى من باب الجانبي للبيت علشان طبعا الجيران ما يشوفوهوش. سنة كاملة عشتها في وهم. كنت بصرف عليه وبجيب له أغلى اللبس، وبديله كمان مصروف إيده، وبدفع له مصاريف جامعته. كنت مدلعاه على الآخر. كنت بحس إني رجعت لسن 20، بهتم بمكياجي وبلبسي علشان يفضل شايفني جميلة. بس طبعا الغدر منه كان بيطبخ على نار هادية جدا. في آخر سنة ليه في الكلية بدأت معاملته معايا تتغير. بدأ بيتهرب مني كتير، يقول لي بقى عندي مذاكرة، عندي جيش، لغاية لما قلبي يعني وجعني كده. حسيت إن في حاجة. وفي يوم جالي كده على البيت، وكان عايز ياخد كده مصروفه الشهري. قال لي أنا مستعجل علشان أمي بس تعبانة. قلت له ادخل بس خد الشاور بتاعك وارتاح شوية. وهو في الحمام موبايله رن. قلبي ساعتها اتقبض، وفتحت الرمز اللي أنا كنت عارفاه. فتحت الواتساب وشفت الكارثة. كان بيكلم زميلته في الكلية، كانت بعتله صورها، وشفت الكلام اللي كان ما بينهم، ويقول لها يا حبيبتي هخلص السنة دي وهخطبك ونسافر سوا. ساعتها الدم غلي في عروقي. كنت عايزة أصرخ بس سكت. حسيت إني كنت محطة تموين في حياته، بياخد مني الفلوس والدلع علشان يروح يتجوز اللي من سنه. خرج من الحمام، اديت له ساعتها 200 جنيه بس، وقرفت حتى ان انا ابص في وشه. قال لي بس دول قليلين يا فريدة. قلت له ده اللي معايا، ولما يبقى معايا هكلمك. اول ما مشي عملت له بلوك من كل حتة، وقطعت ورقتين العرف اللي كنا كاتبينهم، وولعت كمان فيهم. حسيت اني بحرق الوهم اللي انا كنت عايشة فيه. وبعد اللي شفت كل ده من تليفونه، فقت من الصدمة اللي انا كنت عايشة فيها، او من الفيلم اللي انا كنت عايشاه ومصدقاه. ما ينفعش ان انا يوم ما اتجوز عيل قد ولادي. ما ينفعش اصلا اي ست في ظروفي يعني تكلم واحد قد ابنها وتقول ده هيحبني حقيقي. لا، برضو ده هو ليه حياته هيعيشها، وليه عمره ولسنه هيعيشه، ولازم يتجوز ويخلف ويفرح. انا مش بلوم، انا بلوم نفسي، لان انا بصيت لحد مش مناسب ليا في العمر وفي السن وفي التفكير كمان. هو كان هيعمل بيا ايه وانا ست قد امه؟ وفي نفس الوقت فرصتي في الخلفة بسيطة، وكمان أنا مش هقدر يعني أديله اللي هو يحتاجه. هو لسه شباب ولسه قدام العمر طويل. فالمهم قررت إن أنا أقطع علاقتي بيه. بدأ إن هو يلاحظ إن أنا عملت له حظر من كل حاجة. بدأ بقى يشتري شريحة جديدة ويقول لي أنتي حذرتيني من كل حاجة ليه؟ قلت له كل حاجة انتهت وأنا قطعت الورق العرفي اللي كان ما بينا. قال لي طب أنا عايزة أشوفك. قلت له لا مش عايزة أشوفك، عيش حياتك. قلت له عمر أنا عايزة أقولك على حاجة. أنا عرفت كل حاجة. أنت بتحب زميلتك في الجامعة، وربنا يوفقك معاها، وإن شاء الله ربنا هيكتب لك الخير معاها. أنا مش زعلانة على السنة اللي عشتها من عمري معاك، كانت أحلى سنة. أنت زي ما اديتني درس أنا اديتك درس برضه، واستفدت منه. اوعى في يوم من الأيام تبص لواحدة قد أمك. اوعى في يوم من الأيام تستغل قلوب الضعفاء اللي زيي. وهتفتكر في يوم من الأيام يعني إن أنت لما تتجوز واحدة تكون مراتك. يعني أنت كنت درس ليا، ويا ريت تكون يعني أنت كمان درس ليك. أنت تتعلم إن أنت لو اتجوزت واحدة تانية اوعى تخونها، لأن اللي بيخون مرة بيخون 1000 مرة. وأنا اعتبرتك يا عمر إن أنت خنتني ومسامحة في الخيانة دي. لكن صدقني ما تتمناش لمراتك إن هي لما تتجوز في يوم من الأيام زوجتك يعني المستقبلية إن أنت تكلم واحدة عليها، لأن اللي فيه طبع الخيانة ده يقدر يخون مرة واتنين وتلاتة. ربنا يهديك ويهدينا. قال لي طيب أنا عايز أشوفك وعايز أتكلم معاكي. انتي لسه مراتي على فكرة ومرمتش عليك يمين الطلاق. قلت له انت اللي بيني وبينك ورقة عرفي، وانا خلاص قطعتها وحرقتها خلاص وانتهت بقى. انت بالنسبة لي ذكرى وماضي. عايزة افوق لحياتي وافوق لابني واعيش حياتي. عايزة اركز في مشوار ابني اللي جاي. ابني دلوقتي ما شاء الله عليه في اخر سنة كلية طب. هو احاول ان انا اقنعه ان هو ينزل ويستقر هنا بقى معايا. ولو ما عملش كده انا حالتي المادية كويسة قوي، ممكن ان انا اسافر له واعيش معاه الفترة الباقية من الدراسة بتاعته، وانزل معاه اجازات،
لكن أنا عايزة أفصل عن حياتي خالص. بدأت إن أنا أبعد عن عمر وأعيش حياتي، وبدأت إن أنا أتخطى كل الماضي اللي أنا عشته معاه. وساعتها قلت إن لازم أعرض مشكلتي عليكم، علشان أي ست محرومة من جواز أو إنها أرملة أو مطلقة أو عندها فراغ عاطفي، لما تحبي حبي اللي قدك ومن سنك. ويوم ما تحبي إنك ترتبطي بواحد لازم يكون مناسب ليكي في العمر وفي التفكير وطبعا في الحالة الاجتماعية. يعني لازم لما الواحدة تحب وترتبط، الجواز مش حرام والطلاق مش عيب. مش معنى ان انت تكوني أرملة ان انت خلاص مش من حقك انك تتجوزي، لا من حقك، بس برضو يعني يوم ما تحبي ترتبطي ارتبطي بإنسان يكون مناسب ليكي، بنفس تفكيرك، بنفس عقليتك، بنفس عمرك، بنفس سنك. قفلت الصفحة دي تماما للأبد. نصيحتي لكل ست أرملة أو مطلقة، بلاش الفراغ بتاع القلب ده، هيوديكي في داهية. الحب مش عيب، بس اختاري اللي يناسبك، اللي يكبر معاكي وتعجزي معاه، مش اللي يسرق فلوسك وشبابك ويروح لغيرك. العقل لازم يحكم قبل القلب. ودي كانت حكاية فريدة النهاردة في حكاوي الجيران. تفتكروا فريدة هي اللي ظلمت نفسها ولا عمر هو اللي ذئب بشري؟ مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.